الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتقولي لي ايه ده يا نونة؟ ايه اللي انت عاملاه ده يا نونة؟ اقول لكم ده كشك المظيه اللي احنا كنا زمان بنشوفه في الافلام القديمه. يقول لها كشك المظيه ست هانم، هو ده. في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعمله. انا واحده صاحبه بنتي قالت لي يا طنط انا جوزي بيحبه على طريقه امه. وبعدين في واحده صاحبتي قالت لي اعمليه بالرز، عملته قال لي ايه ده مش حلو والنبي اعمليه لي. فانا بعمله اهو، بقول لها من هنا اهو، اهو اتفرجي على الفيديو واعمليه لجوزك. ده الكشك المظيه بتكاته وبحركاته وفي منتهى الجمال وتكليه حاجه كده ما فوق الوصف والخيال. الكشك ايه؟ الكشك المظيه سهل جدا وزي العسل. بصي مش هتبطليه، هتدمنيه. بصوا بقى انا دقته يا سيدي، الله طعمه حلو قوي، عسل سكر كده، تكليف منتهى الجمال. تعالي بقى نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول هنعمل ايه، نصلي كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا الكشك المزيه ده بيحب اصلا مرقه الفراخ او مرقه الطيور عموما، يعني فراخ بقى، بط رومي، اي حاجه، هو بيحب مرقه الفراخ، الطيور يعني عامه. فاحنا عشان الفرخه تطلع شربتها حلوه كده وجميله دسمه حلوه، هنجيب بصلايه كده وعليها ملح وفلفل بس. ما تكتريش الفلفل عشان انا مش عايزه الشوربه تبقى غامقه، لانه الكشك ابيض، فلازم تبقى الشوربة فاتحة. فبندعك الفرخة كده بالبصلة من جوه ومن بره. بصي يعني كده بين الجلد وبعض، ونحط البصل كده ومن بره ومن جوه. بصي يعني طبعا احنا اصلا كنا الفرخة دي غسلينها بالزنجبيل والملح بالخل والليمون ونقعينها وزي الفل. هنكتفها كده بقى. طبعا احنا حاطين المية على النار بتغلي، وهنحطها كده. احنا مش هنحط فلفل اسود تاني، خلي بالكم، مش عايزين الشوربة غامقة. اهو كده. تعالي بقى نحطها على النار. ادي الحله بتاعتنا اهي. هنحط الفرخه بتاعتنا، مش هنحط غير بصلايه، حتى القوطه مش هنحطها لان القطايه بتدي لون. وهنحط ورق لورا وورق لورا وحبهان. وبصي مستكه، عندك مستكه عندك، ما عندكيش خلاص. هنحط يجي 3 4 فصوص مش اكتر، وهنغطي عليها كده لغايه ما تتعمل الشوربه. كده الفرخه بنسلقها تمام كده. استوت الفرخه، نجيب حبه لبن صغيرين وعليهم ملح وفلفل اهو. بصي مش اكتر من كده، وندهن الفرخه وندخلها الفرن. بصراحه ما بحبش الفراخ المقليه، المقليات دي اصلا بتزود الجسم. فالواحد ساعات كفايه البانيه بياكله مقلي، السمك بياكله مقلي. فالفراخ طبيعي بحب احطها في الفرن كده تبقى عامله زي المشويه، وبغمقها، بحب كمان اغمقها. اهو بصي كده نحطها في صينيه وندعكها كويس قوي بحبه اللبن والفلفل والملح، وندخلها تحت الشوايه بالظبط، تحت الشوايه تاخد لون، ونخرجها. هنعينها هنا بقى بصله مع ناحية السمنة، هنسيحها كده ونحط دي البصلة دي لإيه؟ للكشك. خلاص كده أهي. هنصفر البصلاية كده. مهم. حلو كده أهو. كده البصلاية دي لونها كده، أنا عايزة لونها ده كده. خلاص البصلاية، شكرا. تعالي بقى نعمل إيه؟ دي الشوربة. بصي الشوربة بيضة إزاي؟ الشوربة بيضة زي القشطة أهو. بصي تعالي بقى نحضر اللبن. بنعاينا نص كيلو لبن وأربع معالق دقيق. احنا هنحط الأول 3 معالق نقلبهم كده، وبعدين هنحط كمان معلقة بس. 4 معالق لبن، قصدي نص كيلو دقيق، ايه الأربع معالق لبن دي؟ نص كيلو دقيق وأربع معالق، نص كيلو لبن وأربع معالق دقيق. هو فين النهاردة؟ نص كيلو لبن وأربع معالق دقيق. خلاص الشوربة احنا حطينا بقى بتغلي على النار. هنروح واخدين الخليط ده وهننزل عليها حبة حبة. بصي بقى الخليط عامل ازاي، مش تقيل كده ومعجن، لا 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 خالص. هو نص كيلو لبن عليه ايه؟ 4 معالق دقيق بس. قلبيه كويس قوي بالمضرب كده. بصي بننزل حبة حبة اهو. بصي عمل ازاي، بصي بنقلبه ازاي. بصي قلبي كده اهو. بصي ولا تكتلات ولا كلكع منك ولا اي حاجة. بصي قوامه حلو ازاي. هم. بصي بقى هنجيب البصلة اللي احنا عملناها
هنحط شويه بصل وننزل السمنه بتاعتها نطشها. احنا كده قفلنا على كشك. كده قفلنا على ايه؟ على الكشك اهو. هنقلب بقى كده كويس قوي السمنه بحبه البصل الصغيرين اللي احنا حاطينهم دول، ونقلب جامد جدا. نتوه السمنه. بصي قوامه انا مش عايزه قوامه اخف من كده، هو كده مش هيتقل، كده مش هيجرى له اي حاجه. بصي، بصي القوام ده احنا عايزين القوام ده. بصي جماله ما شاء الله. بصي هو ابيض ازاي، اهو ده القوام اللي احنا عايزينه. امشي على المقادير مظبوط. بصي يا ستي، ادي ما شاء الله. طبعا عملنا بقى ملوخيه، ودي الفرخه لكنها مشويه واحنا سالقينها اهو. بصي الجمال، بصي الكشك ما شاء الله لا قوه الا بالله. عسل. كان طعمه جميل جدا جدا جدا. في هنا بقى ملحوظه. بصي يا ستي، احنا الشوربه كانت كتير، يعني الشوربه احنا عملناها كتير. الشوربه اللي فاضت بعد الملوخيه والكشك، بصي انا حاططهم في كيس ازاي، هينفعوكي بعد كده. عندك اكل فايض في التلاجة، طلعي حبه الشوربه دول، قومي اعملي عليهم حبه الكشك وروحي حطاهم، وهتبقى غدوه وتعدي. تبقى غدوه وتعدي خلاص. بصي الاكل الف هنا وشفا للي ياكل، والله العظيم كان زي العسل. كشكي كان سكر كده، وبيفضل كده بنفس السمك بتاعه ده لغايه اخر معلقه بتاكليه بيها. ده يقعد تاني يوم في التلاجة عادي جدا. اذا عجبتك وصفتي يا ريت تعملي لي لايك، ما تنسيش تشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، فعلي زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله.